النوتيلا البيتي هنعملها في فيديو النهاردة ب3 طرق للمدارس واللانش بوكس ولأي وقت عموما، وهنعملهم بطريقة سهلة وسريعة جدا من غير أي مواد حافظة ولا زيوت ضارة، وبدايل اقتصادية من غير بندق، وهتكون موفرة وتعمل كميات كبيرة خالص. وهقول لكم ايه الفرق بين ال3 وصفات بعد ما نخلص، وكل وصفة عملت وزن قد ايه، والفرق بينهم في القوام لكل نوع. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي خطوة بخطوة مع ام عبد الله اتهم ام عبد الله في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ بأول وصفة للنوتيلا الاقتصادية. والمقادير اللي هنحتاجها تكون عبارة عن كوباية كاكاو 95 جرام، ولازم الكاكاو يكون نوعية كويسة جدا، ويكون الكاكاو فاتح علشان ناخد نتيجة مرضية في الآخر، والنوتيلا تكون فاتحة. لبن بودر 95 جرام، كوباية بسكوت مطحون 95 جرام، والبسكوت بيكون سادة بالشوكولاتة ولازم نطحنه ناعم جدا، وده علشان النوتيلا ما تكلكعش معانا. كوباية سكر بودر 150 جرام، واحنا بنحط سكر بودر مطحون ومنخول. والزيت هنحتاج نص كوباية زيت 80 ملي، وممكن ما نحتاجش الكمية كلها وممكن نزودها، وهقول لكم احتاجت قد ايه وامتى نزودها علشان يتخلط بسهولة مع باقي المكونات. والافضل ان احنا نستخدم نوع كويس من الزيت من غير ريحة نفاذة، والزيت هنا له دور كبير جدا هنعرفه في الفيديو. 3/4 كوباية مية سخنة 120 ملي، 4 مكعبات شوكولاتة من اي نوع بتحبيه، وتكون شوكولاتة بالحليب عشان مش تغمق لون النوتيلا وتفضل فاتحة. وطبعا اللي بيدي النوتيلا الطعم المميز هو البندق، واحنا قلنا انها وصفات اقتصادية من غير بندق، فنحط نسكافيه بطعم البندق، وده علشان يدينا ريحة البندق. وهنحتاج منه معلقة صغيرة هرمية، وممكن نحط طعم البندق، وده موجود في محلات العطار. هنجيب المية السخنة ونحط فيها معلقة نسكافيه وندوبها في المية كويس. نجيب الخلاط ونحط فيه كوباية نسكافيه، ونحط عليه السكر البودر، ونحط عليهم اللبن البودر، ونضربهم ضربتين لحد السكر ما يدوب في النسكافيه. وقبل ما نستخدم الخلاط لازم نتأكد ان الخلاط ناشف كويس عشان مش يبوظ النوتيلا ويعمل عفن فيها. بنحط عليهم الكاكاو ونضربهم مع بعض مرة تانية. بنجيب الشوكولاتة ونبشرها ونحطها على الخليط، واحنا بنبشرها عشان تدوب في الخليط، ونضرب كل ده مع بعض. ونحط عليهم البسكوت المطحون ونضربهم مع بعض، وننزل اي حاجة على جوانب الخلاط عشان الخليط يبقى كله متجانس. واحنا مشغلين الخلاط بننزل خيط رفيع من الزيت حبة حبة على الخليط، مش بنحطه مرة واحدة زي ما انتوا شايفين في الفيديو، لحد ما نوصل لقوام تقيل زي ما انتوا شايفين في الفيديو، لدرجة ان الخلاط بيقف مش بيكمل ضرب، وهي كده النوتيلا جاهزة. بنجيب برطمان نضيف وناشف ومعقم مفيهوش نقطة مية عشان النوتيلا تعيش معانا فترة طويلة مش تبوظ معانا بسرعة. نصب النوتيلا في البرطمان، مش بنغطيه غير لما تبرد خالص. وبكده نكون عملنا اول وصفة نوتيلا اقتصادية، وزي ما شفتوا مش بتاخد وقت خالص. واول وصفة نوتيلا عملت معانا كيلو نوتيلا. وندخل على تاني وصفة نوتيلا وهي اسهل منها كمان، ويلا نشوف المقادير بتاعتها. وهنحتاج كوباية كاكاو 95 جرام نوع فاتح وكويس، وبلاش الكاكاو الأسباني. كوباية لبن ساخن مش مغلي 160 ملي، أي لبن متاح عندك. كوباية سكر بودر 150 جرام، كوباية لبن بودر 95 جرام، معلقتين كبار هرميين كريم شانتيه 30 جرام، كوباية وربع زيت 200 ملي، مكعبين شوكولاتة بالحليب. هنجيب اللبن الساخن ونحط عليه معلقة صغيرة هرمية نسكافيه بالبندق، وندوبها في اللبن. ومعلقة النسكافيه أساسية في ال3 وصفات نوتيلا. نجيب الخلاط ونحط فيه اللبن بالنسكافيه، نحط عليه السكر البودر،
ونضربهم مع بعض لحد السكر ما يدوب. ناخد الشوكولاتة ونبشرها ونحطها عليهم ونضرب مرة تانية علشان نتأكد ان الشوكولاتة دابت كويس. نحط عليهم الكاكاو ونضربهم مرة تانية. نحط عليهم اللبن البودر والكريم شانتيه ونضربهم مرة تانية. ننزل بالزيت حبة حبة زي ما عملنا في أول وصفة، والزيت هو اللي هيحول قوام الخليط السائل إلى قوام كريمي وتقيل. بنفضل نضرب ضرب متقطع لحد ما بنلاقي القوام تقل وكل المكونات ربطت مع بعض. وزي ما انتوا شايفين في الفيديو القوام تقل والخلاط مش بيكمل ضرب، وكده النوتيلا جاهزة معانا. بنجيب برطمان نضيف ومتعقم وننزل فيه النوتيلا، وزي ما انتوا شايفين في الفيديو القوام تقيل وناعم ولسه هيتقل كمان لما يدخل التلاجة. وبكده نكون عملنا الوصفة التانية من النوتيلا الاقتصادي بكل سهولة من غير اي تعقيد، وهي عملت معايا كيلو من النوتيلا. وندخل على تالت واخر وصفة من النوتيلا الاقتصادي، ودي هنعملها على الساخن. نجيب حلة ونحط فيها كوباية من اللبن 160 مل، كوباية سكر بودر 150 جرام، كوباية كاكاو فاتح 95 جرام. نقلب كل ده مع بعض لحد ما يدوب السكر عشان مش يتحرق على النار. بنحط عليهم معلقة صغيرة هرمية من نسكافيه البندق ونقلبهم مع بعض. نحط الحلة على نار متوسطة ونقلب عشان كل المكونات تدوب كويس وتتجانس مع بعضها. بنسيبها على النار لحد ما تغلي، واول ما تغلي بنحسب لها 5 دقايق بالظبط على نار هادية، بعدين بنطفي عليها النار. هنحتاج 100 جرام شوكولاتة بالحليب، نقطعها مكعبات صغيرة. بعد ما طفينا النار على الخليط بنحط عليها الشوكولاتة وندوبها كويس لحد ما تختفي خالص. وناخد بالنا ان احنا مش بنحط الشوكولاتة والخليط على النار عشان مش تتحرق مننا. وده الخليط بعد كل المكونات ما اتجانست مع بعض. بنسيبها لحد ما تهدى شوية، بس مش بنسيبها تبرد. بنجيب الخلاط ونحط فيه الخليط بعد ما هدي شوية، وهنحتاج معلقتين كبار هرميين من اللبن البودر 30 جرام، ومعلقتين كبار هرميين كريم شانتيه 30 جرام. بنحطهم في الخلاط مع الخليط ونضرب كل ده مع بعض. وانا احتاجت ربع كوباية لبن ساخن عشان الخليط يتضرب في الخلاط كويس. بنقلب اللبن مع الخليط عشان الخلاط يشتغل ويضرب الخليط كويس. واخر حاجة نحطها كوباية زيت 160 مل، وبنحط على الخليط حبة حبة زي ما عملنا في الوصفتين التانيين. وكمان عايزة اقول لكم ان لما بنضيف الزيت في الاخر بتختلف النتيجة تماما عن ما بنضيفه مع المكونات في الاول، وكمان القوام بيختلف، فالافضل تعملوه بالطريقة اللي قلتلكم عليها في اخر خطوة لعمل النوتيلا. ولو لقينا القوام لسه خفيف بنجيب ربع كوباية زيت بنضيفها حبة حبة لحد ما يتقل القوام في الخلاط. واول ما نلاقي القوام تقيل زي ما انتوا شايفين في الفيديو، هي كده النوتيلا تبقى جاهزة. نجيب برطمان نضيف وناشف ونصب فيه خليط النوتيلا، ومش بنغطيه غير لما تبرد خالص عشان الغطا مش يعمل بخار مية وينزل على وشها مية وتبوظ منك. والطريقة التالتة من النوتيلا عملت معايا 900 جرام. وعلشان نحفظهم لمدة طويلة في التلاجة نحط اقل من ربع معلقة صغيرة ملح ليمون في اخر ضربة ليهم في الخلاط قبل ما نصبها في البرطمان. بنحطهم في التلاجة لحد ما يتمسكوا وناكل منهم على طول. ودي النوتيلا بعد ما خرجتها من التلاجة، وزي ما انتوا شايفين قوامها كريمي وتقيل وسهلة الفرد في السندوتشات زي ما انتوا شايفين في الفيديو. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو هعرفكم الفرق بين الثلاث انواع نوتيلا اللي عملناهم. النوع الاول كان لونه غامق عشان استخدمت بسكوت شوكولاتة، تقدر تستخدم بسكوت سادة فانيليا. وكمان قوامه كان تقيل جدا عشان استخدمنا كوباية بسكوت وكمية كبيرة من الشوكولاتة.
اما بالنسبة للنوع التاني ده النوع اللي فضلته لانه يعتبر النوع الاقرب في الطعم واللون والقوام الكريمي للنوتيلا، بس الافضل تزودي في كمية الشوكولاتة وشوية زيت. والنوع التالت كان تقيل لكن اخف من النوع الاول، وهو كان تقيل عشان زودت في الشوكولاتة. وبكده تقدروا تجربوا ال3 وصفات نوتيلا وتشوفوا انهي وصفة تعجبكم وتعتمدوها. ولو هتعملوها لأول مرة اعملوا المقادير في كوبايات صغيرة عشان تبقى الكميات اقل. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.